في خبر عاجل جدًا، جدًا يا جماعة. ترامب يعلن حسب ما جاء في قناة العربية الفضائية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران خلال 6 ساعات، وسيتم ذلك بدءًا بإيران، وفي خلال 24 ساعة ستكون الحرب قد انتهت بالكامل. الكلام ده جه في العربية على الهواء مباشرة، وجه في موقع الساعة، وجه في موقع LBC، وجه في عدة مواقع كتيرة جدا. ونقرأ تاني: جرى اتفاق، ترامب يقول جرى اتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل. وجاي في خبر عاجل، وبقية الخبر برضو نجيبه. رسميا إيران ستبدأ وقف إطلاق النار، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وبعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوم. هل هذا الكلام حقيقي 100% أم لا؟ هذا الكلام جاء بعد إعلان إيران وإعلان قطر أن تم استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وإن لم يتم إصابة أي شيء أو أي أحد. وأعلن ترامب أنه بيشكر إيران أنها بلغته قبل الهجوم وأعطتهم فرصة. ثم قام ترامب بعمل تويتر وبيقول مبروك للعالم أو congratulation world، علشان بدأ it is time to peace، أو بدأ وقت أو حان الوقت للسلام. بعديها في فجر أو في الساعة الأولى من صباح يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 جاء في قناة العربية خبر عاجل بأن ترامب أعلن رسميا وقف إطلاق النار واتفاق نهائي بين إيران وإسرائيل، وأن إيران ستبدأ وقف إطلاق النار أولا، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وبعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوم. هل هذا الكلام هو الكلام النهائي أم لا؟ وجاء أيضا هذا الخبر الآن في سكاي نيوز عربية بيأكدوا، فإذا الخبر سليم. ترامب بيقول الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أو فجر الثلاثاء 24/6 الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وقال ترامب أن إيران ستبدأ وقف إطلاق نار رسميا خلال 6 ساعات، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار. وأضاف ترامب بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران. الله هو الأعلى والأعلم. قولوا اللهم ارحمنا من القادم يا جماعة. حاجات غريبة وما نعرفش بكرة هنقول إيه. وبيقول ترامب منعنا حربا كانت ستمتد سنوات. تاني يا جماعة قولوا اللهم ارحمنا من القادم، وقولوا أمين واكتبوا مليون أمين. وقلنا الدعاء بيغير الأقدار. ما تنساش تعمل اشتراك، ما تنساش تعمل متابعة، ما تنساش تنشر الخبر، شير الخبر في كل مكان، ما تنساش تعمل إعجاب أو لايك. تابعونا لحظة بلحظة، هنكون معاكم في أي وقت إن شاء الله في أي ساعة من الفجر لو في جديد في هذا الخبر. فما تنسوش المتابعة. وشكرا لوقتكم وشكرا لحضراتكم، وكان معكم فادي فكري، وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام ختام على الجميع.